عندك ورم في الغده الدرقيه وعاوز تطمن على نفسك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم دكتور عبد الوهاب رأفت، استاذ جراحه الاورام بالمعهد القومي للاورام جامعه القاهره. استكمال عن حديثنا عن الغده الدرقيه، النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم عن اورام الغده الدرقيه. الغده الدرقيه زي اي عضو في الجسم عرضه انه يصاب بالورم، والورم ده ممكن يكون ورم حميد او لا قدر الله ورم خبيث. طيب يا دكتور انا عايز اطمن على نفسي، خايف يكون عندي ورم خبيث، اعمل ايه؟ اولا بعد الكشف الطبي بنطلب فحص نحدد بيه نسبة هرمونات الغدة الدرقية، تحليل دم عادي، لأن خمول الغدة الدرقية قد يؤدي إلى تضخم في الغدة الدرقية. طيب تاني فحص بنطلبه، وده بالنسبة لي أهم فحص، السونار اللي بيتعمل على الرقبة. ده بيديني تفاصيل مهمة عن الغدة الدرقية، عن الورم اللي جوه الغدة الدرقية، عن الغدد الليمفاوية اللي في الرقبة. كمان بيصنف لي الورم اللي جوه الغده الدرقيه 5 تصنيفات. التصنيف الاول والثاني والثالث دي الاورام الحميده، التصنيف الرابع والخامس ده الاشتباه بالاورام الخبيثه، ونحط تحت كلمه الاشتباه هنا 100 خط. يجي بقى السؤال اللي بعده، يا دكتور هل ناخد عينه من الورم اللي في الغده الدرقيه ولا ما ناخدش؟ ده بقى سؤال مهم جدا، ولكن يطول شرحه، علشان كده عملت لكم فيديو مخصص عن هل ناخد العينه ولا ما ناخدش العينه، ولو هناخد العينه ناخدها امتى. وربنا يتمم شفاكم على خير.